السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة حلقتنا ان شاء الله عن الحمام. طبعا بتأسف ان انا مقصرة معاكم اوي الفترة اللي فاتت في فيديوهات الحمام، وبتردد على القناة اسئلة كتير جدا عنها. ان شاء الله بإذن الله النهاردة هجاوبكم على كل الاسئلة، وطبعا تابعوا الفيديو للاخر علشان تستفيدوا بكل معلومة بقولها. احنا طبعا الصيف طالع علينا وفي حاجات مهمة اوي لازم نتبعها علشان مشروعنا ده ينجح. طبعا الأول هجاوبكم على السؤال اللي اتسألته أو الأسئلة اللي اتسألتها. أول سؤال وأهم سؤال بالنسبة للحلقة النهاردة، وهو إن الحمام بيبيض وما بيرقدش على البيض دوت. ايه الحل؟ طبعا مش هينفع نقول حل واحد، لان في اسباب كتير لعدم رقاد الحمام على البيض. اول ما نعرف السبب اكيد هنعرف ايه هو الحل. اول سبب وهو ان البيض بيكون فاسد، والحمامه بتكون ذكيه جدا وعارفه ان البيض دوت فاسد، ما فيهوش كسر او ما فيهوش جنين بمعنى اصح. فهي بتبيض عادي جدا وما بترقدش عليه، لانها عارفه ان هي مش هيطلع منها جنين. اما ان الذكر ما لقحهاش، او اما ان لقحها بس البيض فاسد برضو ما فيهوش جنين، فهي بتبقى فاهمه كويس جدا فما بترقدش عليه. ده اول سبب، يبقى احنا كده عرفنا اول سبب، فبالتالي هنقدر نعالجه. تاني سبب وهو ان الحمامه بترقد بتبيض يعني البيض في مكان معين، فانت بتاخد البيض دوت بكل عفويه، ما انتش فاهمه اصلا اذا كان ده صح او غلط. بتاخديه تنقليه في مكان تاني، الله اعلم بقى بتنقليه ليه، اذا كنت بتنضفي او المكان اللي هي بيضه فيه دوت مثلا ما يكونش مناسب بالنسبه لك، فانت بتنقلي البيض في مكان تاني. فالحمامه بتتوه عن مكان البيض بتاعها، لانها بتبقى معلمه المكان ده بشكل معين يعني. فما بتروحش ترقد عليه. ده تاني سبب. تالت سبب وهو انك تطفي النور في وقت معين من الاوقات يعني، لان الحمام بيبقى معلم المكان بتاعه ده. بيروح ياكل مثلا ويسيب البيض وبعدين يرجع له، فمش هيعرف يرجع له لو النور انطفى عليه. فلازم النور يكون موجود باستمرار على الحمام. طبعا بالنهار عادي جدا بنطفي النور لو في مكان منور من شباك او من بلكونة او من اي حاجة عندك منورة، لكن بالليل لازم نقيد نور عليهم. في ناس كتير جدا بتغفل عن الموضوع ده. كده احنا عرفنا كل الاسباب اللي بتخلي الحمام بتاعنا ما يرقدش على البيض. طيب هندخل على تاني حاجة النهاردة. طبعا بمناسبة الصيف بقى طالع والحر وكده، ازاي نتجنب الامراض بتاعة الحمام او الحشرات بتاعة الحمام عامة يعني. طبعا انتوا عارفين طول الشتاء كنت بكلمكم على العفش واهمية العفش، عفش الرز يعني، ان احنا نحطه للحمام علشان يعمل العش بتاعه ويرقد عليه ويبيض عليه وكده. طبعا ده في الشتاء، لكن في الصيف انا ما انصحش ان احنا نستخدم عفش رز خالص، لانه احيانا لو احنا اهملنا في التنظيف شويه بيعمل حشرات. طبعا الحشرات بتاعه الحمام اللي كلنا بنسعى على ان احنا نضيعها باي حاجات معينه. فاحنا نقدر نتجنب الحشرات دي ان احنا نغير عفش الرز خالص او نستبدله بحاجات تانية، وهو الرمل. ان احنا نحط رمل في الاواني او في المكان اللي الحمام بيبيض فيه، او نحط نشارة خشب عادية جدا، لان العفش طبعا زي ما قلت لكم بيحوي حشرات. ولو اتوجد حشرات في المكان، طبعا لو في بقى مرض جدري او في مثلا حاجة ماشية في الجو، امراض معينة، وعندك مثلا حمام اتصاب ووقف عليه حشرات من الحشرات دي وراح على حمام تاني، هيتنقل المرض بكل سهولة عندك في المكان. فلازم ناخد بالنا من النقطة دي برضو كويس جدا. اما لو انت ما عندكيش رمل او نشارة وهتحطي عفش، لازم تهتمي بالنظافة كويس قوي باستمرار، وتاخدي بالك من النقطة اللي انا قلتها لكم دي. حاجة كمان مهمة عايزة أأكد عليها علشان إنتاجنا يزيد من الحمام كويس جدا، وهو التحديق. الملح يا جماعة مهم جدا، ناس كتير بتغفل عنه. في الصيف طبعا لازم نهتم قوي بالمية كويس جدا، لأن الملح دوت أكيد هيعطش الحمام. احنا هنستخدم الملح ده ازاي؟ هنحط معلقة على كل 5 كيلو كلفة، أو على كل 5 كيلو قمح، أو على كل 5 كيلو شيش. أي نوع من أنواع الأكل اللي بتقدميه للحمام، كل 5 كيلو عليها معلقة كبيرة من بتاعة الأكل ملح. الملح بيعادل الأملاح المعدنية اللي بتبقى ناقصة من جسم الحمام. الملح ليه يعني فايدة كبيرة جدا في زيادة إنتاج البيض عند الحمام. فلازم نحط مية بقى، طالما هنستخدم الملح ده نحط مية كتير جدا للحمام، ما نسيبهوش يعطش. وخصوصا في وقت الظهر لازم المية تكون مترطبة كويس قوي، من الساعة 12 لحد الساعة 3 أو 4 العصر. بيكون الوقت دوت الجو حر قوي والمية بتسخن. فيستحسن زي ما قلت لكم في فيديو الأرانب ان احنا نحط المية في أواني فخار. طبعا بالنسبة للطيور الأواني الفخار دي حلوة جدا، لأنها بتحتفظ
بدرجة حرارة المية زي ما انت حطيتيها بالظبط، ما بتسخنش من الجو، لان اكيد في زغاليل صغيرة ابوها وامها بياكلوها وبيسقوها، فهم لو شربوا مية سخنة وسقوها مية سخنة هيضروها، او لو ما شربوش خالص مش هيسقوا الزغاليل الصغيرة وهيعطشوا، والزغاليل مش هتكبر وهيبقى عندنا مشكلة في الانتاج بتاعنا. فلازم ناخد بالنا من الحاجات البسيطة دي، بتفرق جدا جدا. وانت ما بتبقاش واخدة بالك منها او ممكن تكبري دماغك منها، ومشروعنا بيبوظ بحاجات بسيطة احنا نقدر نعالجها بكل سهولة. بالنسبة كمان للغرفة اللي بيكون موجود فيها الحمام، لازم نوفر فيها جو مناسب جدا، ما نسيبش الحر يتمكن منها، لان زي ما انتوا عارفين ان الحمام في الصيف التزاوج بتاعه ما بيبقاش كتير والانتاج بتاعه ما بيبقاش كتير بسبب الحر والفرهدة بقى، طبعا اكيد بيبقى الانتاج مش كتير. فعلشان نزود الانتاج لازم الحمام بتاعنا يحس بجو كويس جدا، الحر ما يدخلش عليه. يعني مثلا في الصيف لازم يكون في تهوية كويس قوي قوي بدرجة يعني معقولة، ما تسمحيش للحر يدخل عليهم ويفرهطهم، بيخلي عملية التزاوج قليلة جدا في الوقت ده. انا اتكلمت في الارانب ان احنا نحط مروحة، بس احنا مش هنحط مروحة للحمام، احنا بس هنحاول ان احنا كل 3 ايام كده نعمل عملية استحمام للحمام علشان نرطب جسمه كويس قوي. بنجيب جردل المية ونحط فيه المية طبعا، وناخد الحمام كده، طبعا بنبقى سدين ودانه، سدين ودانه كده وماسكينه من فوق، وننزل جسمه كله في الجردل ده، نغطسه. كل الحمام اللي عندك تعملي فيه الموضوع ده، بترطبي جسمه وبعدين هو اصلا بينشف تاني لوحده، بتسيبيه ما بتنشفوش ولا حاجه. ده بيبقى زي ترطيب كده لجسم الحمام. لكن ما ينفعش نشغل عليهم مروحه زي الارانب خالص، كل حاجه وليها تعامل لوحدها وليها طريقه تعامل معينه. ويستحسن ان احنا نحط في الميه دي خل تفاح، حلو جدا برضو ومفيد للحمام قوي. ومهم جدا يا جماعة لازم نعمل وقاية مستمرة شهرية علشان خاطر نحافظ على الحمام من الحشرات. وده بيكون مثلا ممكن تستخدمي خل التفاح في بخاخة كده بعد التنظيف، كل 3 ايام مرة مثلا تبخي كده في الصفايح او في الحاجات اللي الحمام بيبيض فيها عندك، الاقفاص، اي مكان ايا كان انت بتسيبي الحمام يبيض فيه او يقعد فيه يعني. ممكن كل شهر تجيبي ديتول وتحطيه برضو في بخاخة وتكنسي كويس جدا، وترش كده على الأرضية وفي الأرقام بتاعة الأوضة عندك، علشان الصيف دوت بيبقى بيخلي المكان اللي انت بتربي فيه الحمام بيئة مناسبة جدا للحشرات. لو انت مثلا بتكسلي عن التنظيف او كده، فلازم نحافظ على الموضوع دوت باستمرار، ان احنا نعمل وقاية مستمرة علشان الحشرات. لا قدر الله لو حصل بقى عندك وجي حشرات مثلا او حاجة، يعني هتتعاملي معاهم ازاي؟ طبعا انا كنت نزلت لكم حلقة قبل كده عن منتج كويس جدا للقضاء على الحشرات بتاعة الحمام او الطيور عامة. يعني ان شاء الله هسيب لكم لينك الفيديو دوت في تعليق مثبت، بس انا دلوقتي بقول لكم على الوقاية. لو انت وقيتي الحمام بتاعك او وقيتي المكان دوت بالطريقة اللي انا قلت لك عليها، مش هتحتاجي للدواء ده ولا هتحتاجي تستعمليه، لان الحمام مش هيحصل له اي حاجة بفضل الله يعني. دي كان فيديو النهارده اهوت، مش حابه بس اطول عليكم لان بقالي فتره طويله قوي ما عملتلكوش فيديوهات عن الحمام. لو حابين اي اسئله تانية او اي موضوع تاني بالنسبه للحمام ان شاء الله هخصص له فيديو تاني، ومش هنبطل طبعا فيديوهات عن الحمام بتاعنا اكيد، بس مش حابه اطول الفيديو علشان ان شاء الله يحمل وينزل لكم بسرعه. يا رب يكون الفيديو عجبكم وافادكم النهارده، وباذن الله اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.